فيديو جيسيكا رادكليف وهجوم حوت الأوركا عليها قصة انتشرت بسرعة وعملت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. في الأيام القليلة الماضية انتشر فيديو مثير على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ما يزعم أن هجوم حوت الأوركا على مدربته البحرية جيسيكا رادكليف أثناء عرض مباشر في حديقة بحرية. الفيديو أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين على مواقع التواصل حيث تناقلته آلاف الصفحات والحسابات مع تعليقات مثيرة بالدهشة والخوف. انتشرت القصة بسرعة كبيرة وأصبح اسم جيسيكا رادكليف مرتبطا بهذا الحادث الموجع، مما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل أكتر والتأكد من صحة الخبر. لكن الحقيقة تختلف تماما عن ذلك، فقد تبين بعد متابعة الخبراء والتحقق من مصادر أن الفيديو والقصة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدور حول جيسيكا رادكليف وهجوم حوت الأوركا عليها هي غير حقيقية بالكامل، ولم تصدر أي تقارير رسمية من جهات موثوقة مثل وسائل الإعلام الكبرى أو الحدائق البحرية تؤكد عن وقوع مثل هذا الحادث. ولا توجد سجلات تثبت وجود شخص بهذا الاسم أصلا ويعمل كمدرب حيتان في أي مكان. الفيديو المنتشر هو جزء من سلسلة من المحتوى المفبرك الذي يصمم لإثارة ردود فعل قوية مما يجذب المشاهدات عبر الإنترنت. لذا من الضروري توخي الحذر وعدم الانجراف وراء هذه القصص دون التأكد من مصداقيتها، حيث أن قصة جيسيكا رادكليف وهجوم حوت الأوركا عليها ليست سوى إشاعة ملفقة تهدف فقط لجذب الانتباه وزيادة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أساس لها من الصحة. ولحد هنا كل الفيديو خلص، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.